السلام عليكم، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. إن شاء الله النهارده هنبدأ سلسلة شرح N10 وأساسيات ويعني إيه أصلًا automation ونغوص في شوية مشاريع هنعملها إن شاء الله مع بعض في السلسلة ديّة. فخلّينا نبدأ بفيديو النهارده نعرف يعني إيه automation أصلًا. فكرة الautomation إنك تأتمت الحاجة تخلّي مثلًا خلّينا نقول تأتمت الكمبيوتر وتخلّيه يشتغل لوحده، بمعنى حتى فكرة الautomation خلّينا ناخد auto يعني الحاجة بتشتغل تلقائي بمجرد اللي هي مثلًا تجيب data من مصادر أنت حاططها، تجيب data بطريقة scraping وتاخد الdata دي تعمل عليها processing أو manipulation، تبعت لك إيميل. خلّينا ندّي مثال بسيط، اعمل agent بسيط بمصطلحات N10. الwork flow ده عملية مسار بيمشي فيها اللي هو المراحل متتالية input وoutput وprocessing. العملية بتبدأ بtrigger وبعدين تعمل processing مثلًا data معيّنة أو أيًا يكن، وبعدين تعمل action اللي هو يبعت لك. خلّينا نجيب فكرة بسيطة اللي هو حتّة ممكن تعمل work flow بسيط تخلّيه يجيب لك الdata من يعني الأخبار الnews الtrend مثلًا في الtech ويبعت لك إيميل كل يوم الساعة 7:00 فأنت تفتح الإيميل تلاقي الdata كلّها وصلتك على الإيميل يعني. ده بكل بساطة يعني إيه automation. فخلّينا مثلًا إحنا قُلنا مصطلحات زي مثلًا الwork flow، قُلنا N10، قُلنا automation. فخلّينا نفهم إيه المصطلحات دي كلّها، الكورس هنمُر في خلاله في إيه. خلّينا ناخد الautomation. الautomation قُلنا اللي أنت تأتمت كل حاجة، يعني تخلّي الكمبيوتر يشتغل لوحده أو مهمة تشتغل لوحدها. فمثلًا خلّينا عندنا مثلًا هنا الكمبيوتر بقى أيًا يكن الVPS اللي هو cloud computer، أي نوع من أجهزة الكمبيوتر يعني. الكمبيوتر اللي عندك ده بتعمل عليه automation. بتعمل عليه automation إزاي؟ في طُرق اللي هي الcoding وفي طُرق اللي هي framework جاهزة أو application جاهزة زي N10 اللي هي إن شاء الله هنشرحها في الكورس الكورس اللي هيتقدم على قناتنا إن شاء الله. فخلّينا بقى نشوف الautomation ده يعني أنت بتعمل automation بيأتمت لك حاجة. الautomation ممكن يحل لك مشكلة، يعني مثلًا قُلنا كل يوم الساعة 7:00 فخلّينا مثلًا نكبّر يعني الكمبيوتر بتحط عليه ال قُلنا الframework اللي هو زي مثلًا N10 خلّينا نكتب أو الVPS أيًا يكن بتخلّي عليه N10 أو coding مثلًا خلّينا برضه نكتب coding. الكمبيوتر ممكن تحط عليه N10 أو حاجة coding العملية ديّة هتبقى automation يأتمت لك حاجة. ممكن تخلّيه يعمل scrap للnews، يجمّع الnews بتاع الذكاء الاصطناعي ويبعتها لك كل يوم الساعة مثلًا 7:00 خلّينا نقول send the email. جزئية خلّينا نشرح مثلًا مصطلح الwork flow. مصطلح الwork flow اللي هو متعارف عليه أكتر في N10 اللي هو العملية اللي بيمُر بيها الحاجة اللي بتبنيها. يعني أنت في N10 بيبقى عندك مجموعة نودات بتبني line أو مسار بتمشي فيه الdata، يعني مثلًا تجمّع الdata الأول، تعمل عليها action، تنضّفها، أيًا يكن مش عايز تشيل مصادر معيّنة، جِبت مصادر كتير عايز من مصادر موثوقة معيّنة، فبتعمل عليها manipulation أو action. يعني أول حاجة في الwork flow هتبقى الtrigger. الtrigger ده وظيفته إن هو خلّينا نقول يُستثار أو يتفعّل بطريقة معيّنة، بمعنى اللي أنت بتخلّيه كل الساعة 7:00 هيشتغل لوحده، تبعت له حاجة فيشتغل، تعمل حاجة معيّنة فيشتغل، اللي هو بيبدأ الwork flow عشان تبدأ تعمل action. فبتخلّي له شروط، يعني ممكن تبعت له حاجة فيتفعّل، ممكن زي ما قُلنا وقت معيّن يشتغل عند وقت معيّن، ممكن لمّا شرط يتحقق في application تاني الtrigger ده يتفعّل. فأنت لازم تبدأ الwork flow عندك بالtrigger أو بحاجة اللي هي زي في مثل أو تشبيه ليه بيتقال اللي هو زناد المسدس، هو اللي أول حاجة بتتضغط فالطلقة بتطلع من فوهة المسدس أو أيًا يكن. فالtrigger ده هو اللي بيحرّك أجزاء المسدس من جوّه، اللي هو بيبدأ تمشي في عملية pipeline لغاية لمّا الطلقة تطلع من المسدس. خلّينا الtrigger ده هو اللي هو زناد المسدس. بعد الtrigger بتبدأ بقى تعيش، يعني تحط على حسب أنت الwork flow اللي شغّال عليه أو الحاجة اللي أنت بتقدّمها، بتقعد تحط work flow النود دي بتتحط، كل نود بتعمل مهمة، وكل نود بتسلّم اللي بعدها. فخلّينا نحط فدي دُمّة اسمهم نود في N10 يعني في مصطلحات N10. فالنود دي كل نود ممكن تعمل حاجة، يعني مثلًا خلّينا نقول ديّة ممكن أول نود تكون بتعمل data collection، النود اللي بعدها النود اللي بعدها تعمل processing على الdata اللي بيحصل لها connection. الdata ديّة ممكن تكون news أو أيًا يكن news data أيًا يكن أي أنواع الdata، والنود اللي بعدها تكون بتعمل processing على الdata اللي تم جمعها. والنود الأخيرة ممكن نقول اللي هي ممكن تبعت لك إيميل أو خلّيها الaction اللي هو هيحصل إيه بعد ما تخلّص ده كلّه. مثلًا خلّينا يساوي ده الwork flow اللي هو هتمشي على pipeline معيّنة أنت اللي بتكريتها، بتبني الwork flow ده أيًا يكن قُلنا كcoding أو N10. فN10 بقى أكيد أنت فهمت هي إيه. فN10 هو application خلّينا نقول نبسّطها application بيساعدك إن أنت تبني وتأتمت خدماتك، تأتمت مهام كانت بتاخد وقت. فهو بيأتمت لك الأجزاء المتكررة، العمليات المتكررة والمش متكررة. يعني مثلًا ممكن تخلّيه هو يعمل عمليات، مش لازم العملية متكررة أو ليها step ثابتة دايمًا. N10 هو عالم كبير يعني كل يوم بيتوسّع يعني وأشخاص بتطلّع أفكار جديدة وautomation جديدة. فN10
خلّينا نقول هو application هو اللي هيحقق لك كل اللي فوق ده، فالNTN قُلنا application فتحتاج تثبّته على السيرفر بتاعك اللي هو VPS وهو يُفضّل كذلك عشان يفضل شغّال 24 ساعة على السيرفر ده، حتى مهما قفلت الكمبيوتر الشخصي بتاعك وما يوقّفش الشغل اللي أنت مشغّله عليه. غير كده ممكن تشغّله local في فترة مثلًا على الdevice بتاعك وتبدأ تتعامل معاه. يعني عندنا نوعين، قُلنا فوق تقدر تشغّله local على الجهاز الكمبيوتر بتاعك أو الVPS اللي هو الcloud نسخة cloud. فده كان كل حاجة لشرح الautomation يعني، اللي هو ممكن أنت تستخدم automation تعمل system لمطعم، تعمل system ل لشركات، تأتمت مهمة معيّنة، تبني و فهنتن إن شاء الله هنشرحها في الفيديوهات الجاية، هنشرحها بالتفصيل. الNTN ديّة مش محدودة في حتّة ممكن أنا كنت دايمًا باشرح اللي هو تبعت إيميل أو حاجة، ده أبسط حاجة ممكن تعملها بالNTN. الNTN تقدر تقدّم لك تقدر تبني system كامل BUI تعمل ترفع ملفات، تعمل RAG، تعمل AI agent، تعمل bot يرُد على خدمة عملائك، تعمل حاجات كتير جدًا. بس ما تخلّيش الأمثلة البسيطة ديّة تحدد لك أو تخلّي الlimit بتاع NTN بالنسبة لك محدود، لأ، هي بالعكس، هي أكبر من كده بكتير وإن شاء الله هنشوف ده كلّه في فيديوهات قادمة بإذن الله. هنكمّل الفيديو اللي فات اللي هو شرحنا فيه الautomation، اتكلّمنا بشكل عام يعني عن إيه هو الautomation ونقدر نستخدمه إزاي في شغلنا. فممكن إن شاء الله النهارده نبدأ نشرح Anytone اللي هو أشهر الapplication اللي بيقدّم لك اللي أنت تستخدم الautomation في شغلك أو تبني أي فكرة أنت حاببها. Anytone مش هي الوحيدة في اللي هو الapplication وبيسهّل الشغل في الautomation وهكذا، ولكن خلّينا نقول يعني في Make وZapier تقريبًا. Make في Make وفي تقريبًا بالضبط هو ده. فAnytone قُلنا مش الوحيدة، في Make وعندنا Zapier، ولكن إيه اللي بيميّز Anytone؟ Anytone open source فتقدر تنزّلها على الجهاز بتاعك تستخدمها. عندها قاعدة كبيرة، يعني دعم كبير، اللي هو لو لقيت مشكلة فتقدر تلاقي لها حل. ده مش معنى اللي هو Make أو Zapier قليلين أو ما عندهمش دعم، ولكن آآ هتبدأ من غير تكلفة يعني، وممكن صلاحياتها أكتر، يعني تقدر تتلاعب أكتر وتبني حاجات ممكن نقول معقّدة أكتر مجانية. يعني دي الحاجة اللي تقدر تشوفها ميزة كبيرة اللي هي مجانية ومفتوحة المصدر. فخلّينا نبدأ نشرح الواجهة اللي عندنا في Anytone. الواجهة ده الoverview. أول ما تفتح Anytone ده الoverview. بيكون موجود عندك analytics كده، عدد الexecution والrate، عدم نجاح الexecute وإلى آخره. وعندك هنا الworkflow بتاعتك، ممكن تcreate أزيد من workflow زي ما قُلنا، كل workflow بيعمل حاجة. هنا تابة الcredential، إنك تقدر تضيف credential لخدمات تانية تربطها. فبتكون موجودة في Anytone تقدر تستخدمها الworkflow بتاعتك أو workflow كتير يعني، طالما أنت ربطتها في الAnytone ده فتقدر تحط الnode وتستخدم الcredential بتاعتها على طول. وهنا الexecution الexecute بتاع الworkflow عدد مرات الrun، يعني أنت اعتبره اللي أنت بنيت تطبيق وشغّلته. في قسم الchat هنا ممكن تضيف LLM model بتربط API يعني وتستخدمه كاللي هو يبني لك الworkflow. وعندنا أخيرًا ممكن نشوف الsetting زي أي setting application، ولكن ممكن التعامل يحصل أكتر على الcommunication node. تضيف أو تinstall node من برّه في الcommunity بتاعة أي حد ممكن يبني node لAnytone وتستخدمها في الapplication بتاعك يعني. والMCP طبعًا كلنا عارفينه، تعرف تدّي مهارات وتربط application مختلفة مع الAI. فخلّينا برضه نفتح أي workflow أو نكريت واحد جديد، هتعمل create workflow هينقلك على طول للواجهة دي. الواجهة دي فيها إيه؟ فيها هنا الworkspace اللي هتشتغل فيها دايمًا يعني، اللي هو الeditor. هنا الeditor اللي بتضيف وتحذف النود وتعدل، وهيبقى أغلب شغلك هنا إن شاء الله. والexecution هنا عدد مرات الrun بتاع الexecution، بتشوف لو في error، بتشوف الlogs بتاع الexecution. والevaluation ديّة ممكن ما نستخدمهاش، بس هي بتعمل evaluate للworkflow، بتقيّم أو بتعمل اللي هو تقدر تحسّن منّه بعدين الworkflow بتاعك. الeditor هنا خلّينا نشرح الbar اللي فوق ده. هنا الname بتاع الworkflow اللي أنت فاتحه، فخلّينا ممكن نقول test أو first. والadd tag ديّة ممكن تضيف تاجات للworkflow عشان لمّا تيجي تسرِّش عليه أو أيًا يكن. هنا الworkflow history يعني بيبيّن لك التعديلات والحاجات الhistory، زي لو حد فيكم يعرف الGitHub الفيرجينات بتاعة الworkflow أيًا يكن، الlogs بتاع عملية البناء. وهنا ممكن تedit الdescription بتاع الworkflow، ممكن تعمل له duplicate، ممكن تنزّل ملف الJSON عشان تبعته لحد أو تفتحه في workflow جديدة على server مختلف على كمبيوتر مختلف. ممكن تعمل rename وممكن تعمل
import دي بقى بعد ما تعمل له download فممكن تعمل له import تعمل الفايل اللي أنت عملت له download أو from URL. يعني هنا ممكن لو شُفت عندنا الtemplate ده من N10 نفسها بتقدم لك workflows ناس عاملاها كتير حوالي ما يقارب ال9000 workflow template ممكن تستخدمها على طول في N10 عندك، اللي هو خلّينا نجرّب واحد. هنشوف مثلًا workflow AI agent أو أيًا يكن، هتعمل use for free فيقول لك عايز تحطه فين، هتضغط على الNTN بتاعتك هتلاقي الworkflow اتضاف، فممكن تغيّر الاسم زي ما قُلنا، ممكن تتعامل مع كل حاجة. وهنا الأزرار اللي تحت zoom in zoom out اللي أنت الfit zoom in، وهنا تحت لو حاطط chat زي ما إحنا شايفين هنا ممكن تبعت hi. هو مش هيشتغل أكيد عشان إحنا مش حاطين الcredential بتاع الAI agent، فلازم نحط الmodel. وهنا الlogs اللي بيحصل error أو بيحصل مشكلة أو successful حصلت مش لازم في المشكلة، ممكن يحصل الwork flow يrun عادي فيظهر لك الlogs هنا أو الdata بعد أمّا يحصل execution successful يعني نجاح في عملية الrun. خلّينا نمسح الwork flow ده وخلّينا نرجع للwork flow بتاعتنا. آآ إن شاء الله في الفيديو الجاي نحاول نتعرّف على النود اللي هي النود اللي هنا بشكل عام، وممكن نستخدم شوية منهم يعني، وإن شاء الله خير. وده كان كل حاجة في فيديو النهارده، شكرًا.